السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عملت كفتة الرز بجد حكاية، وعملت منها كمية كبيرة قوي. عارف ابدا ازاي يعني. فعلا أنا مش عارفة أبدأها إزاي، بس شايفين الجمال فظيع قوي قوي قوي. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. حاضر، أنا كمان بقول كده. جبت الكبة وحطيت فيها بصلاية كبيرة وحطيت شوية مية وضربتها كويس قوي، عايزاها تكون ناعمة، عشان كده حطيت المية عشان تسهل لي الضرب. فتحت الكبة تاني عشان بس انزل البصل اللي طلع فوق عشان يتضرب كويس. انا عملت كفتة الرز بربع كيلو من اللحمة المفرومة بس. حطيت لها من الحباش ربطة من كل حاجة، ربطة بقدونس وربطة شبت وربطة كزبرة، وضربتهم كويس قوي مع البصلة لحد ما تكون ناعمة معاكي، مش ظاهرة خالص، ما تبقاش الورق بتاعها كامل، لا انا عايزاها تتضرب كويس قوي. تمام، شايفين بقت شبه العجينة. بعد كده نزلت باللحمة بتاعتي، باللحمة المفرومة ربع كيلو بس، وزي ما انتوا شفتوا ما شاء الله عاملة لي كمية كبيرة خالص. واضربيهم مع بعض كويس قوي لحد ما يتجانسوا. وكوني بقى محضرة رز، وتكوني غاسلة رز ومنشفاه كويس قوي وضرباه في المطحنة بتاعتك. انا حطيت كوباية واحدة من الرز وعليها البهارات، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود والكمون والكزبرة والملح. دي البهارات بتاعتي بس، ملح فلفل اسود كمون وكزبرة. وقلبتها كويس قوي مع كوباية الرز اللي انا طحناه. وبعد كده جبت بقى اللحمة المفرومة والحباش والبصل اللي انا كنت ضرباهم في الخلاط ونزلتها على الرز بالبهارات وقلبيهم كويس قوي. بس كده اكلتنا خلصت. هاتي بقى يلا الطبق وهتصبعي الكفتة بتاعتك. لو لقيتيها مش متماسكة زودي شوية رز. شايفين بجد حلوة قوي، وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله ربع كيلو لحمة مفرومة على كوباية الرز عملت كفتة قد ايه. غير كمان ان انتي بتعملي نص مقلي والنص التاني فيه الصلصة دي الوحيدة اصلا تشبع. شايفين بجد ما شاء الله حلوة، ما اخدتش منك وقت خالص وبسيطة قوي قوي قوي. طبعا مفيش توفير اكتر من كده. هنا بقى صبعتهم كلهم. رايحة بقى عشان احضر الصلصة بتاعتي اللي بعد ما احمر الكفتة هقوم منزلة الكفتة في الصلصة دي. جبت الحلة حطيت فيها شوية زيت وبصلاية صغيرة مش كبيرة، على حسب برضو المقدار بتاعك. انا الربع كيلو حطيت عليها بصلاية صغيرة وقلبيها تقلبتين. وبعد كده هاتي 4 فصوص من الثوم وافرميهم، وبعد كده انزلي عليها على البصلة وقلبيهم كويس لحد ما ياخدوا لون كده بسيط. وزي ما تحبي، عايزة تحمريها برضو قوي براحتك. وهي على النار كده كوني محضرة عصير طماطم. شايفين بدأت تحمر معايا شوية، عايزة تغمقيها شوية كمان براحتك. حطيت بقى المصفى عشان اصفي عصير الطماطم بتاعي، وهسيبها على النار لحد ما تتسبك. وهتحط عليها البهارات دي، ملح وفلفل اسود بس، ولو عايزة تحطي مرقة حطي، بس انا شايفاه مش مستاهله، كفايه طعم اللحمة في الصلصة. ممكن تحطي معلقة سمنة تديها برضو طعم حلو قوي. بس كده لحد بقى ما تتسبك. وهاتي الكفتة اللي انتي حمرتيها في الزيت ونزليها في الصلصة وتاكليها بألف ألف هنا وعافية. بجد حلوة وسهلة وبسيطة قوي وموفرة واقتصادية جدا. ولو حد جربها ياريت يقولي هي طعمها حلوة قد ايه، وسهلة وبسيطة خالص. وحاجة نسيت اقولها في اول الفيديو، ربنا يرحم الفنان طلعت زكريا ويسكنه الفردوس الاعلى مع الصديقين والشهداء والابرار والصالحين، امين يا رب العالمين. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتفعلوا ودعموني. باي باي.